النهارده هعمل تحدي بسيط لنفسي، قلت اجرب ابني واجهه فلاتر كامله في 30 دقيقه بس. هنعمل برنامج فيه صوره واسم مستخدم وزرار بسيط بيطبع رساله في الكونسول. تعالوا نبدا الواجهه مع بعض. هنشيل البليس هولدر دي ونحط سكافولد عشان نبني الشاشه. نبني السايز بوكس عشان خاطر نبني الهيكل اللي جواه العناصر من خلال الشغل بتاعتها كولوم. طيب اول حاجه نبنيها ايه؟ عايزين نبني الصوره اللي هتطبع على الشاشه علشان خاطر يبقى تحتها اسم المستخدم. فنعمل سيركل افاتار، نخلي الباك جراوند كولر، الباك جراوند كولر نخليه colors دوت blue. ونخلي الباك جراوند ايمج نخليه نتورك ايمج، واضيف الرابط بتاع الصوره بتاعت البروفايل بتاعي. طيب بقى ايه تاني لسه معملوش؟ تعالى نعمل فاكتور كود. تمام، عايزين نكبر الصوره شويه، نخلي الراديوس نخليه 150. تعالوا نشوف النتيجه. ممتاز، الصوره ظهرت اهو. بس تعالى نخلي الصوره دي في النص شويه. هنيجي في الكولوم هنا، نخلي كروس اكسس لاين سنتر، ونخلي برضو المين اكسس لاين سنتر. وهندي العرض الكامل للكولوم من السايز بوكس. خليه الويدث دبل، مية وعشرين. صغرت، لأ عايزين نكبرها شوية. دبل انفينيتي. ممتاز، ظبطنا الصورة. تعالى بقى نضيف اسم المستخدم اللي تحتيها. ظبط الكود. بعد سيركل افاتار هنضيف تكست نكتب فيها محمود خالد. هنزود الحجم بتاعها شوية، نقفل ستايل تكست ستايل، فونت سايز نخليها مثلا 30، والكالر نخليها colors دوت تيبر. تمام، اضافة الاسم اهو. باقي لسه ما عملناهوش، باقي ان احنا نضيف زرار يطبع لنا رسالة على الكونسول. تعالوا نضيف زرار مع بعض. هنيجي بعد الاسم بتاعنا وهنعمل elevated button. خلي الاون بريس دلوقتي. هنيجي في الشايد هنا نخليه تكست. هنكتب هنا واطبع رسالة كونسول. طيب الزرار بقى اللي احنا هنعمله ده الوظيفة بتاعته ان هو هيطبع رسالة على الكونسول. تعالى نكتب مع بعض الرسالة دي. هنكتب هنا برنت اطبع، افهمها صح. سيف ونشوف. تمام، الزرار كده صغير خالص. تعالى نكبر الزرار شويه. تعالوا نبدا الواجهه مع بعض. هنشيل البليس هولدر دي ونحط سكافولد عشان نبني الشاشه. نبني السايز بوكس عشان خاطر نبني الهيكل اللي جواه العناصر من خلال الشغل بتاعتها كولوم. طيب
نديها ستايل، تكست ستايل، فونت سايز 30. تمام. تعال بقى نجرب الزرار ده شغال ولا لا. لو احنا دوسنا على الزرار ده هيطبع ايه عندنا في الكونسول؟ افهمها صح كده، احنا طبعنا الرساله والبرنامج يعني هيشتغل بدون مشاكل. الموضوع كان ممتع جدا، والاجمل ان انا خلصته قبل الوقت. الفكره مش في الكود نفسه، الفكره انك تتحدى نفسك كل يوم بخطوه صغيره. افهمها صح.